السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. في البداية عايزين نقول خبر حصر مهم جدا، هو إقالة ريبيرو مدرب النادي الأهلي. هيبقى بكرة وهيبقى النحاس مدرب لحين وصول مدرب أجنبي جديد، وأكيد معاه محمد يوسف. الخطيب اتصل بمحمد يوسف وفي جلسة ثنائية بعيدة عن ريبيرو، يبقى الموضوع انتهى على كده. وبصراحة هي ما بتعمرش غير لما بتخرب، وعايزين نقول إن خسارة قريبة يعني أفضل من كوارث كبيرة. أنت هتقعد تستنى لغاية ما النادي الأهلي يخسر كل حاجة؟ أكيد في فترة كويسة النادي الأهلي يستطيع إنه يغير كل حاجة، لأن بصراحة ما فيش يعني أي حاجة تنبئ بإن النادي الأهلي ممكن يبقى كويس في المستقبل مع هذا المدرب. خلي بالكم، احنا لما عملنا القناة وعملنا الصفحة بقناة الكرة تحكم، ما عملناهاش عشان نقول أخبار وننقلها أو حاجات مكررة، لا، كان في حاجات معينة بنعملها، حاجات خاصة. أي حاجة مكررة أنا مش بقولها هنا. يعني مثلا يمكن يكون أول ناس اتكلمنا عن ريبيرو وقلنا إن ريبيرو يا أهلي ما تجيبش ريبيرو، يا أهلي شوف القناة وشوف من متى هتلاقي قبل ما النادي الأهلي. قلت الكلام ده واكرره تاني عشان حاجات غريبة. انا عن نفسي مش عارف، في فساد اكيد، في حاجة غلط. مستحيل الناس اللي بتعمل يعني تعاقدات ولجنة التخطيط دي ما شايفاش اي حاجة على مستوى اللعيبة، العيش وبيكهام واللعيبة اللي هي لا تصلح النادي الاهلي ولا تيشيرت النادي الاهلي ولا قيمة النادي الاهلي. اللعيبة مش قادرة توقف على رجليها. بعد كده انت بتجيب لعيبه بمبالغ ضخمه ولاعيبه مخلصه، يعني تريزيجيه ده يجيب بلاش، يجيب باي مبلغ يكفي مليون دولار. هو خلص اصلا احتراف وكبر في السن وجاي يعتزل في النادي الاهلي، اجيبه ازاي بهذه المبالغ الكبيره؟ اذا اتكلمت عن زيزو ودوشه زيزو لوحده قصه، زيزو لوحده كارثه. لا، انت عارف لو خدت مثلا من نادي الزمالك محمود بنتاني او فتوح او لاعب انت فعلا محتاج، النادي الاهلي ورا ضايع. على فكره القصه مش قصه مدرب، لا، ده النادي الاهلي عايز موضوع تعديل بالنسبه للعيبه، عايز باكين شمال تقال، عايز لاعب في الباك اليمين لان محمد هاني بدا يهرب. بصراحه النادي الاهلي النهارده، طبعا مش هنتكلم على الماتش لان الماتش ده ما حصلش قبل كده للنادي الاهلي سيبك من اثنين وثلاثه والكلام ده. انا بكلمك كوره. بيراميدز بصراحه يعني تلاعب بالنادي الاهلي، ويعني بكل الكلام اللي تقدر تقوله تقوله. كأن فريق صغير بيلعب في درجه تانية بيلعبه بالظبط في نقل الكوره والوضع، وما حطش في ذهنه انه يجيب نتيجه كبيره. يعني لو مطلوب منه نتيجه ضخمه كان عملها في الهجمات المرتده وخلى الكوره سريعه على فيستون مايلي. النادي الاهلي عايز على انه يجيب مهاجم، ما كنت جبت اللعيبه دي كلها ما قدرش يجيب مهاجم. حتى المهاجم الكويس اللي عندك وسام مشي. وانا قلت قبل كده ان في لعيبه جت النادي الاهلي عشان كاس العالم بس، بما فيهم زيزو حسبها فضحها عشان موضوع كاس العالم فقط لا غير. مش هو بس، وديانج دول اللي مش عايز يمضي، وديانج شفنا مستوى ديانج ملوش اي فعاليه هجوميه، سته فقط لا غير، لعب تقليدي. محمد بن رمضان يعني سنين، واحنا 10 سنين ومحمد بن رمضان متألق في الملاعب. اكيد في هذه الفتره انت هتنتظر انه مستواه ينزل. نفس الكلام زيزو، نادي الزمالك خد كل عافيته قوته. يعني برضو في يعني موضوع نزول للمستوى. بن شرقي نفس الكلام، بن شرقي سنين طويله وهو بيلعب في انديه عديده. شفنا طبعا اكيد طلع لا بيأدي دفاعي ولا هجومي ولا يعني احنا عايزين نقول ان المشكله كمان مش مشكله مدرب فاشل سيء وحش، كان باين واضح، انا ما اعرفش مين اللي جابه، لكن اللعيبه نفسها في مشكله، في تخطيط. ما ينفعش انا اجيب لعيبه مش عارف، انا اجيب ثلاث لعيبه هنا وثلاث لعيبه هنا وثلاث لعيبه هنا واثنين هنا وثلاثه هنا. الناس مش عارفه الحاجات اللي بتعملها، يعني تتعمل في مركز شباب تقسيمه اللعيبه اللي انا عاوزها 33 لاعب، جايب لي 17 لعيب
ولا لعيب اصلا عاوز يقعد في الدكه، كل اللعيبه زي بعضيها بمبالغ ضخمه، وورا ما فيش لعيبه، ما فيش ولا لاعب. انت يعني حاجه غريبه جدا، يعني حاجه غريبه وحاجه مهينه للجماهير. جماهير النادي الاهلي كمان سلبيه، يعني خلي بالكم ميزه جماهير نادي الزمالك انه حتى لو مغلوب والاخر ثانيه هو بيعمل اللي عليه، هو جاي يشجع. لا، جماهير النادي الاهلي بتتفرج، اعدادها كبيره ايوه بس تاثيرها ضعيف بصراحه يعني. النادي بيراميدز عمل حاجه حلوه، انه ضغط على الحكم وعمل هيجان على الحكم، وعرفوا انه هو ارتكب كارثه بلعبه حسين الشحات. فالنهارده كان حريص على انه ما يجيش على بيراميدز بالخصوص بصراحه، يعني الحكم كان ممتاز يعني في قراراته، ومعاه طبعا الطقم يعني نقدر نقول ان بيراميدز نجح في هذا الموضوع. طبعا الروح العاليه، بيراميدز لاعب بروح عاليه، النادي الاهلي ما فيش روح اساسا خالص، يعني حاجه غريبه. اللعيبه مش عايز اتكلم على مستوى اللعيبه، اللعيبه كلها اصفار وزفت، كل اللعيبه اسوأ ما يكون. الشوط الثاني ده، انت الشوط الاول يمكن كان فيه كام كره، الشوط الثاني ما فيش، معقول وانت ومغلوب وما في ايه في عايزين تمشوا المدرب؟ ايه في حاجه غريبه جدا، مستوى سيء جدا وفريق سيء مهما يكن مدرب او غيره. انت بتلعب بروح الفانلة الحمراء وامامك الجماهير الضخمه دي. يمكن يكون كمان ما فيش حاجه بتتقال، لان الاهلي يعني بيشتت كرة وخلاص، بيهبش كده، بخلاف بيراميدز اللي بيلعب يعني انا مش كمان بيراميدز ده كمان حاجه غريبه. بيراميدز ما لعبش من السنه اللي فاتت ماتش زي كده، كل الماتشات اللي لعبها في منتهى السوء. يعني بيراميدز سيء جدا جدا جدا. ماتش طبعا غريب، رغم انه عنده غيابات، عنده الشيبي وعنده محمود مرعي وعنده مصطفى فتحي وعنده رمضان صبحي، ولكن ولا تحس ان في حد. ده الفريق الكبير من النادي الاهلي يجي يقول لك اصلا انا عندي غيابات، عندك مين؟ امام عاشور ما مكسور، ما امام عاشور هيبقى في مشكله، مش هيقدر يلعب زي ما كان قبل كده، لان دول كاسرين في بعض. عايز اهم حاجه انا قلت قبل كده، المدرب 70% من الفريق قبل اللعيبه. المدرب اللي بيختار اللعيبه ويجيب اللعيبه. هات مهاجم سوبر، هات مهاجم. ما في النادي الاهلي لا في مهاجمين ولا في باكات ولا في دفاع ولا حتى ده نص الملعب ده كارثه، يعني نص الملعب ديانج وبن رمضان وزيزو ومش عارف ومين، ولا ده نص الملعب كان مستباح، من ديانج الواحد وستة جنب المدافعين ومحمد بن رمضان قدام، والدنيا دي كلها فاضيه لعيبه بيراميدز. حاجه غريبه، بطء، ما فيش روح، ما فيش لعب، ما اي كره وخلاص، اي حاجه وخلاص. بخلاف وعكس بيراميدز على النقيض، نادي ريال مدريد النهارده بيفوز 2-1، هدفين أردا غولر وفينيسيوس بعد ما كان متأخر في الدقيقة 18، استطاع في الدقيقة 36 37 انه يجيب هدفين وينهي لقاء ريال مايوركا. منافسة قوية مع برشلونة، استمتاع في الدوري أو في الليغا الأسبانية السنة دي. هنشوف حاجة روعة بالنسبة للليغا الأسبانية. النصر بيفوز 5، الهلال بيفوز 2. يعني نقدر نقول برضو ان فريق توتنهام اتهزم من برنموث قوي، ومانشستر يونايتد فاز 3-2، تشيلسي فاز 2، باريس سان جيرمان فاز 3-2 على تولوز. يعني كان في ماتشات، غزل المحله كان قاسي على الاسماعيلي بالفوز 3-0. ده نتائج المغرب. النهارده حصدت كاس لفتره، خلي بالكم لو بتلاحظوا شغال كاس الامم للمحليين وليس المحترفين. 3-2 على مدغشقر، كان متاخر وكانت النتيجه دراماتيكيه، يعني هدف وهدف، وكان مباراه روعه. يعني المغرب فريق قوي وفي كل المنتخبات واللعيبه. وليد الكارت النهارده نجم المباراه، اكيد احراز هدفين في النادي الاهلي. وكمان بيراميدز ده في كرات كتيره جدا، يعني ايه ربنا ستر في اخر ثواني كده، كان ممكن يبقى في اهداف تانية، كانت العمليه ايه. يعني خلي بالكم الهيجان ده لسوء المستوى وليس النتيجه فقط. يعني مباراة صعب انك تشوفها للنادي الاهلي وهو مستباح، واللعيبه ما بتلعبش، واللعيبه بتطلع الكرة مش مصبص، كأن في تعمد كده ايه للهزيمه، تحس بكده يعني. يعني بصراحه انا يعني حاجه غريبه مهما يكن
لكن الأهلي كان سيء جدًا، واللاعيبة كانت على أسوأ مستوى. ربما نجد اللاعيبة دي بشكل مختلف مع مدرب آخر. يعني إن شاء الله نتمنى هنشوف نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك برضه عنده مدرب يخوّف برضه. فريق وادي دجلة فريق كويس ومنظم، الماتش هيبقى صعب بكرة إن شاء الله نتقابل سويًا. شكرًا.